السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب، مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب تعالى نبدأ بحاجة مهمة جدا ليها علاقة بقائمة النادي الاهلي الرايحة كأس العالم للأندية. وعايز اقول لك ان القائمة زي ما قلناها في الحلقة اللي فاتت بالملي، لا حد زاد ولا حد نقص، بالملي بالملي، ما فيهاش اي حاجة. المهم تعالى اقول لك القائمة عشان انت لو مش عارف. حراسة المرمى محمد الشناوي، شوبير وحمزة علاء. الدفاع علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، اكرم توفيق، خالد عبد الفتاح. خط الوسط السوليه، امام عاشور، مروان عطيه، ديانج، كوكا، طاهر، الشحات، قفشه، كريم فؤاد، وتاو. وفي الهجوم كهربا وموديست. دي قائمة النادي الأهلي اللي طلعت النهاردة خلاص الرسمية، 23 لاعب بتوع كأس العالم للأندية. طبعا تم استبعاد متولي، ندفيد، كريستو، رضا سليم، عبد القادر، وزعلوك ومعتز محمد. وهنا انا يعني بصراحه القايمه هي بالنسبه لي قايمه متوقعه وما فيهاش اي حاجه يعني ممكن ان انت تتكلم عليها، باستثناء اتنين لعيبه كنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين في القايمه بتاع كاس العالم مكان اتنين موجودين. يعني في اتنين موجودين كنت اتمنى ان دول ما يكونوش موجودين واتنين تانيين يكونوا موجودين، وهنا انا اتكلم عن اتنين وهم معتز محمد وزعلوك. طيب اشمعنى الاتنين دول تحديدا يعني، وبقيه الاسامي يعني لا كريستو ولا عبد القادر ولا ندفيد ولا اي حاجه؟ لا بص خلينا نكون واضحين، الباقيين دول يعني ايدك منهم والارض. يعني اللي ما بيلعبش واللي بيتمايس واللي مش عارف ايه واللي عنده مشاكل فحطهم على جنب، ماشي. اشمعنى الاتنين دول مبدئيا كده؟ ليه اخترت معتز محمد وعايز احطه مكان مين؟ عايز احطه مكان خالد عبد الفتاح. طب ليه اخترت خالد عبد الفتاح تحديدا؟ اخترت خالد عبد الفتاح تحديدا لان حضرتك واخده كيكون بديل للناس المدافعين. وهنا بنطرح تساؤل، انا عندي مدافع ليه اروح اجيب باك يمين يلعب لي مدافع؟ ده سؤال بيطرح نفسه، انا ما بفهموش. انا دي اكتر حاجة تنرفزني في الكون، ان الاقي لعيب بتأيفه في مكان لعيب تاني وانت عندك لعيب مكانه. دي اكتر حاجة تنرفزني. يعني انت يبقى عندك مثلا مدافع اسمه معتز محمد، وعندك عبد الرحمن رشدان، وعندك ايا كان في قطاع الناشئين اي اسم، اي اسم، هات اي واحد من تحت مش فارقه. فانا اضرب بكل دول عرض الحائط واروح اجيب خالد عبد الفتاح يلعب مكانه. هنا دي اكتر شيء بينرفزني في الكون. زي كده ايام ايمن اشرف لما كان بيلعب هو باك شمال بنقيفه يلعب باك يمين. طب ليه يا جدعان؟ ليه الفتي؟ ما هو عندي مدافع ما لاعب مدافع، يعني دي حاجه انا ما بفهمهاش. فده حاجه. وليه خالد عبد الفتاح؟ طب يعني ليه بالذات كمان؟ لان خالد عبد الفتاح مرشح انه في يناير يطلع في صفقه مثلا بتاعه عمر كمال لو تمت يعني. فيبقى انت كده يعني ما استفدتش اي حاجه. يبقى انت عندك معتز محمد كان ينفع في الاجواء اللي زي دي، اهو ينفعك، فاهمني؟ وارد ما يلعبش، وهو وارد خالد عبد الفتاح ما يلمسهاش، بس انا بتكلم في اجواء ان انت يبقى عندك لعيب للمستقبل تجهزه من دلوقتي. ده حاجه. طيب ليه زعلوك؟ لاني انا قدامي مودست، ما هو مودست مش جاهز. انا اخد مودست ليه؟ يعني انا اخد مودست بناء على ايه؟ ايه اللي قدمه الفتره اللي فاتت فيشفع له ان هو يكون معايا في كاس العالم للانديه؟ اولا لعيب بطيء جدا، ما يعني فورمه ضايعه، لياقه مش موجوده، كل شيء يعني سلبي هنقوله عليه. وبالتالي فكره وجوده في القايمه فده شيء بصراحه مستفز لاقصى درجه، لاقصى درجه. وطبعا انا متاكد ان انت هتأيف حد يلعب مكانه. طب احنا واخدينه معانا ليه؟ يعني ده سؤال بيطرح، واخدينه معانا ليه؟ طبعا النهارده كان في اجتماع ما بين كولر وموديست، خلي بالك، وقال له والله ان انا بثق فيك وانت يعني اللعيب بتاعي وانا متاكد ان انت هتعمل حاجات عظيمه والكلام ده كله، وننتظرك في كاس العالم للانديه. خلي بالك انت عندك مباراه مع شباب بلوزداد بعديها هتلعب كاس العالم للانديه. طب يعني انا استفدنا ايه؟ فده شيء يعني غريب وعجيب، انا بصراحه يعني مش فاهم. المهم خليني اقول لك ان بعثه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه هيكون بقياده السيد خالد مرتجي، ده هيكون رئيس بعثه. البعثه هتسافر يوم 11. طبعا انت عندك مباراة الاهلي مع بلوزداد هتكون يوم الجمعة الجاية الساعة 6 مساء، وطبعا في اجواء يعني هتكون ممكن تكون صعبة بسبب نوة قاسم، دي هتكون موجودة في الفترة دي فربنا يستر. فدي حاجة.
طبعا انت بتجهز طبعا خالد عبد الفتاح عشان يكون بديل لياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم الاشعه قالت لك والله يحتاج يعني اسبوع. ياسر عادي ممكن يخش معاك، بس يعني في شكوك، فانت ايه من باب التامين فتامن بخالد عبد الفتاح. وهنا نطرح السؤال يا عم الحاج، ما احنا عندنا معتز محمد، ما نلاعب معتز، ده مكانه. انا ليه اجيب واحد؟ يعني انا ما بفهمهاش. يعني انا عندي مدافع اليوم لما يكون سيء هيقدم ال6/10 هيبقى مقبول. انما اما اجيب باك يمين لو الدنيا وحشه معاه هيعمل لك كوارث، هيعمل كوارث. وارد انه يتالق، وارد، لانه مره عملها بس لبسك في 3 4 مرات بعديها. بس مره عملها قدام الزمالك ويعني انا مش حاسس ان دي كانت تجربه تحكم ان انت يعني، ولكن هنشوف. احمد حمدي فسخ التعاقد او خلاص يعني نهى التعاقد بينه وما بين فريق مونتريال، ورجع على مصر، وبدا بقى ايه العروض تجيله. يعني فاركو طلع يقول لك والله احنا عايزين يعني نشوفه. بيراميدز برضو داخل على القصه. والله في ناس بتقول لك بقى تعالى يا نادي اهلي بص، بس انا عايز احسم لك الموضوع ده عشان ما نتكلمش فيه كتير. احمد حمدي مضى مع بيراميدز عشان بس ايه يعني ما نقعدش نهري بقى في المستقبل كتير، واحمد حمدي على سبب مش عارف ايه، حسام غالي هو سبب مش عارف ايه. فانا عشان بس نحسم الحاجات اللذيذه دي، احمد حمدي ماضي مع بيراميدز، ماضي مع بيراميدز ومتصور والكلام ده كله، فعشان بس تبقى فاهم. فعشان الفتره الجايه هنحط اسم النادي الاهلي من باب ان احنا ايه بيراميدز نجح في ان هو ياخد صفقه من النادي الاهلي، فانا من بدري اهو بقولها لك. تمام. طيب الحاجة اللي سعادتك لازم تكون عارفها، النادي الأهلي بيحصل على 1,700,000 دولار، دي قيمة الجائزة بتاع الدوري الأفريقي اللي احنا لعبناه. فدي حاجة. أحمد عبد القادر وكريستو ونيدفيد يطلبوا الرحيل عن النادي الأهلي، وده شيء طبيعي جدا. الناس ما بتلعبش، وبالتالي فقال لك والله احنا عايزين ان احنا في يناير الجاي نتكل على الله، وبنسبة كبيرة انت هتسمح بعادي برحيلهم، ما عندكش اي مشكلة خالص. في لعيب اسمه محمد السعيد الشهير بجبس والشهير براموس الكرة المصرية، هو ده شهرته، انا مش مطلع له الاسم، هو اسمه كده. المهم مين محمد السعيد جبس ده واسمه السعيد عشان بس يعني ايه يبقى الكلام واضح. المهم محمد السعيد الشهير بجبس الملقب براموس الكرة المصرية، ده لاعب بيلعب في لافيينا، بيلعب مدافع. المهم هذا اللاعب عنده 24 سنه، طوله 185 سم. واحد يقول لي ايه علاقته يعني بينا؟ ده معروض دلوقتي على النادي الاهلي، يعني معروض دلوقتي على النادي الاهلي. بيقول لك والله يا جدع يعني شوف الكلام اللي طالع عليه كلام مبشر. يقول لك والله انه لعيب كويس، التحامات شغال، بناء هجمه شغال، فاولات اللي بيعملها قليله جدا، الالعاب الهوائيه بيجدها. فيعني بيقول لك يعني ايه نسخه من راموس. وهنا طبعا تحط ايدك على قلبك، نسخه من راموس. طب ده انتوا شايفينه يعني كده؟ هو طبعا راموس كويس، بس يعني ده اكتر لعيب مدافع خد طرد في حياته. يعني الكلام يعني لما تطبقه على ارض الواقع تحس ان في حاجه غلط. واحد يقول لي يعني بيبني هجمه حلو وبيعمل الكلام ده حلو، التحاماته قليله، فاولات قليله، مش عارف ايه الكلام ده كله، يبقى ازاي راموس هنا دي؟ يعني المهم يعني فهذا اللاعب اللذيذ معروض على النادي الاهلي. طبعا اللاعب ده بعد مباراه بلوزداد السيد مارسيل كولر ايه هيحسم موقفه، سواء ان انت تخش في تفاوض مع نادي لافيينا او لا. واحد يقول لي لافيينا ده بتاع ايه؟ ده بتاع الاسيوطي اللي هو صاحب الاسيوطي الاصلي اللي هو دلوقتي بقى بيراميدز. فاهم القصه؟ فهو ساب الاسيوطي بقى ايه بيراميدز، وهو قام عامل ايه لافيينا. فاهم القصه؟ فهو ده تبعه. فهنشوف عمنا راموس الكره المصريه الشهير بجبس ايه نظامه ده هيكون مع النادي الاهلي. تمام. كنت هنسى اهم حاجه، كنت هنساها. حسين الشحات النهارده كان في النيابه. واحد يقول لي حسين الشحات ليه في النيابه؟ عليه شيكات ولا ايه؟ لا، حسين الشحات كان في النيابه في الواقعه بتاعت الشيبي. تحط تحت دي 500 خط، لان انت لازم تتحرك تحرك دولي على الموضوع ده. واحد يقول لي يعني هنروح نشتكي في مجلس الامن؟ اقول لك لا، هتشتكي في الفيفا. واحد يقول لي طب ليه؟ لان من الاخر الفيفا بيمنع الحاجات اللي زي دي، حاجه حصلت في الملعب فتطلع تشتكيها بره في النيابه والقضاء، هنا بيبقى فيها مشاكل، فانت لازم تروح. وطبعا الموضوع خلاص بقى رسمي، حسين الشحات يعني ايه
قال لك والله انا ما حصلش والكلام ده كله، وطلب بوجود ناس شهود يعني يكونوا موجودين يأيدوا صحة كلامه. فهنشوف الواقعة اللذيذة دي هتخلص على ايه. زي ما بقول لك، انت من حقك ان انت تروح تشتكي الشيبي ده في الفيفا، بس هنا طبعا محتاج ان اداره النادي الاهلي تفوق من الثبات والنوم اللي هم فيه، ويبداوا ان هم يفوقوا معانا شويه، ونصحى مع بعض شويه، ويبداوا ان هم يشتغلوا على الموضوع ده. ما نقعدش بقى قاعدين لحد ما تلاقي لعيب في السجن وانت قاعد مستني بقى واحنا لسه هنتحرك. فيا جماعه الخير، يعني مش كل حاجه نبقى قاعدين كده هادين فيها، في حاجات لازم محتاجه ان انت تتحرك فيها. ف تحرك المفروض يحصل، مالوش بقى علاقه لا بالعلاقات اللي مش عارف مع مين ولا العلاقات اللي مع مين. تحتاج تتحرك بقى، محتاج يبقى ليك موقف، وموقف قوي شويه. لان بصراحه المجلس الحالي مواقفه دايما يعني سلبيه جدا، سلبيه جدا في قضايا كتير جدا تخص سواء لاعبي الاهلي، سواء المدرب، سواء مش عارف ايه. تحس ان انت ايه يعني مثلا يطلع واحد مثلا من كام يوم يشتم مثلا لعيب عادي، ما فيش اي حد ياخد ضده اي قرار. يطلع مثلا واحد يهزق المدير الفني عادي، ما فيش اي مشكله. يطلع مثلا في ماتش بتاع مش عارف ايه معلق يمسكك يديك اللي فيه النصيب، وانت ولا الهوا، ما فيش اي قرار وما فيش اي حاجه ومالكش دعوه باي حاجه. تحس ان انت شفاف ومش موجود. فيا جماعه الخير يعني نصحى مع بعض شويه، نصحى شويه، لان الموضوع بقى مستفز. فنصحى شويه. تمام. بس كده، سلام عليكم.